قول الو. السلام عليكم. الو. الو. ايوه ابو هاب. يا كابتن مصطفى. ازيك يا ابو حميد؟ الله يخليك. عامل لنا مشاكل انت يا محمد يا ابو هاب؟ بس مشاكل زي ما انت عارف انا مش بتاع مشاكل خالص. طبعا انت حبيبي يا ابو حميد، ومن الناس المخلصه والعاشقه للنادي الاهلي. دي حقيقه. انا معايا عماد متعب طبعا زي ما انت شايفنا دلوقتي يا ابو حميد. قول لي ليه مساء الفل يا عمده. مساء الفل يا حاج محمد. وبجد انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه قبل ما حضرتك تتكلم. انا بشكر حضرتك على الدور اللي حضرتك بتقوم بيه، وبجد يعني لا يا عمده انت عارف بجد حضرتك عارف انا بحب حضرتك قد ايه، وانا مش محتاج ان انا اتكلم معاك. انا يعني اسمح لي ارد بدل محمد عبد الوهاب، لان محمد عبد الوهاب عاشق للنادي الاهلي بدون اي مصلحه، وهنا الفرق ما بين الرجال يا عماد، ان انا بحب الكيان وبحب المكان. قول لي يا محمد ايه اللي عصر المفاوضات مع عماد متعب؟ لا والله عماد بالولاد يعني بصراحه من الولاد المؤدبين جدا وشخصيه جميله جدا. وعماد طول معاشرتي معاه عمر الولد ما بيتكلم في فلوس خالص في اي تجديد عقد بتاع. عماد بس هو كان في حاجات داخليه، يعني عماد له شويه طلبات داخليه، وان شاء الله باذن الله انا شايف انها عمليه سهله يعني ان شاء الله باذن الله. وعماد يعني انا بقول لا استنى ابو هاب استنى يا حبيبي. قول تاني، عيد اللي انت قلته ده تاني. انا بقول لك في شويه حاجات داخليه يعني عماد يعني طالب شويه حاجات، وانا مش بقول ان عماد حتى لو هو قال ان انا مسافر عماد، انا بقول عماد هيبقى معانا السنه الجايه ان شاء الله. يعني انت يعني حصل مفاوضات بعد عماد ما مضى ببلجيكا؟ ايه؟ يعني حصل مفاوضات مع حسن والخطيب بعد ما عماد مضى ولا ايه؟ بص عماد ابننا واحنا مش احنا مش مختلفين، وهو نفسه انا مش عايز اقول لك شكله عامل ازاي، واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي واللعيبه، وابو تريكه ما رضيش يمضي يتكلم معانا في البرنامج. مصطفى عن عماد متعب طبعا ده عنده 13 سنه وهو في النادي الاهلي. يعني ايوه انا بقول لك يعني ده قضى في النادي الاهلي اكتر من قضى في بيته. محمد خلينا نتكلم بصراحه يا محمد، بلاش كلام متغطي، بلاش يعني جمهور النادي الاهلي اللي عاشق للنادي الاهلي قبل الخطيب وقبل حسن وقبل عماد متعب من حقه يعرف ايه اللي حصل، ان هذا النجم الكبير بيمشي عشان مش عايزين تدوا اللي هو عايزه، وبتجيب استنى بس خلينا اكمل كلام يا محمد. واحده ولعب 5 سنين بوات ايفر، وانت رايح تجيب مهاجم لعب 100 دقيقه في المنتخب هيكلفك 13.5 مليون جنيه، وبالحسابات الحاج محمد مصلح الجديده يبقى هيوصلك ل 20 مليون جنيه. لا بص يا مصطفى، احنا عندنا ما بتاخدش العمليه كده توتاله كده يعني، لا كل حاله لوحدها. عماد ليه تقديره، اي لعيب من بره ده موضوع ثاني خالص. انا النهارده انا عماد ابن النادي الاهلي، يعني هو عشان ابن النادي الاهلي ما قدروش وقدر اللي جاي من بره يا محمد؟ لا معلش يا مصطفى انا عايز اقول حاجه. عماد ابن النادي الاهلي وابن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. قطاع الناشئين وانت ادرى واحد يا كابتن مصطفى، النهارده لما بيجي بيطلع للفريق الكبير بيطلع كم واحد او اثنين، ممكن اقعد 3 4 سنين ما طلعش عماد متعب واحد. في نفس الوقت بيكلفني كام انا قطاع الناشئين ده؟ بيكلفني رقم كبير جدا. لكن انا النهارده لما اجي بجيب لعيب من بره بجيب لعيب جاهز، انا ما ينفعش احط مقارنات دي يا كابتن مصطفى بعدين. يمكن عماد ليه التقدير كل التقدير. يعني التقدير ايه، متشكرين يعني ولا ايه بالظبط؟ لا ليه تقدير مادي وتقدير معنوي وكل حاجه. محمد لو سمحت جاوب عليا، ايه اللي بوظ المفاوضات مع عماد متعب؟ عماد متعب قعد مع رئيس نادي بلجيكا في لندن ورجع قال له لا اما اروح اسال النادي الاهلي وانت جبته، ورحت عند المحرم الراغب وجه عدل القيع وزعل انك انت جبته، خلينا سيبنا من الموضوع ده. ايه اللي حصل بعد كده؟ لا ما فيش زعل ولا حاجه. هو كان كابتن حسن كان مسافر في الوقت ده، وكابتن خطيب كان مسافر، وكان في شويه حاجات لازم الرجوع فيها لكابتن حسن وكابتن خطيب. ايوه. والموضوع ده طبعا عماد واخد يعني ايه اكبر اهتمام في الموضوع التجديد لعماد متعب. وانا بقول ان شاء الله باذن الله يعني في الساعات القليله اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله الموضوع ده لازم هيخلص ان شاء الله باذن الله. والله انا ما عنديش رد. انا عماد اللي يرد. عماد انت ممكن تلغي عقدك في بلجيكا وترجع النادي الاهلي؟ انا شخصيا اتمنى. انا يا محمد لا انا شخصيا اتمنى ان عماد متعب يرجع تاني، لان ما اعتقدش انك هتقدر تعوض عماد متعب في اللعيبه اللي جوه مصر. لو من بره مصر اهلا وسهلا وحاجه كده يبقى احسن من عماد متعب، لكن جوه مصر ابو اللي بيجيب جون واللي بيجيب بشوطه واللي بيعمل اوفر لا. لا انا عماد انا ما قارنش عماد متعب عموم مصر، في عماد متعب واحد ان شاء الله باذن الله يكون عماد يقعد معانا ويكون مبسوط باذن الله ان شاء الله. تقول لي يا محمد؟ بقول لك ان شاء الله عماد متعب يكون قاعد معانا ويكون مبسوط ان شاء الله. عايز اسمع يا ابو معاذ، يكون مستريح نفسيا
دي اهم حاجه يعني. عماد، يعني لو حصل على النادي الاهلي عمل لك اللي انت عايزه تقعد؟ يعني توقيعك ازاي بقى؟ لا احكي لي بقى القصه. لا احكي لي انا القصه. وقعت خلاص، انا وقعت في بلجيكا، انا مضيت في طب بلجيكا. الاستاذ محمد مصطفى دلوقتي تسيبها عليا انا، دي تسيبها، انا مالكش دعوه عماد في حته. لا انا بص يا محمد، لا يهمني انت، مع احترامي ليك طبعا انت حبيبي وانت عارف، ولا عماد، انا يهمني الملايين اللي بتشوفنا من جمهور النادي الاهلي، اللي انا مش عايز اقول لك الناس تعبانه قد ايه عشان عماد متعب مشي. فلازم نوضح للناس يا محمد، مش اعلام ومودرن سبورت ومصطفى يونس. انا عايز اوضح للناس ازاي هيرجع عماد متعب السنه دي، ولا يلعب السنه الجايه ازاي. عماد دلوقتي قاعد قدامك بيقول لك انا مضيت وخلاص. طيب يبقى ازاي هيرجع؟ هتدفع شرط جزائي مثلا؟ ازاي يرجع يسيبها علينا بس؟ لا اله الا الله. ان شاء الله باذن الله. يعني في بند في العقد عماد متعب كاتبه لو النادي الاهلي عايزني ارجع النادي الاهلي؟ بص، عماد متعب ضحى كتير جدا في 13، يعني مش عايز اقول 13، لا، في مثلا 7 8 سنين، ومستعد ان هو يضحي تاني عشان خاطر النادي الاهلي. وانا عايز اقول لك على حاجه في المفاوضات مع عماد متعب يا محمد يعني والنبي نسيبنا من الشعارات ونسيبنا من النادي الاهلي ويضحي عشان النادي الاهلي. لا، في اقل منه يا محمد يا عبد الوهاب بياخدوا قده 3 4 مرات. عماد متعب في المفاوضات وفي الكلام معاه ما فتحش بقه وطلب رقم، ولا هيفتح. شهاده لله، ما فتحش بقه وطلب رقم من بقه. بس يعني كان مدير اعمال هو اللي بيتكلم، لكن عماد كان بيحط وشه في الارض ساعه الفلوس، ووشه احمر وما بيتكلمش فلوس خالص، وما بيتكلمش فلوس وهو في النادي الاهلي خالص. طب جاوبنا يا محمد يا عبد الوهاب. المفاوضات باظت ليه؟ ليه عماد متعب ما مضاش في النادي الاهلي؟ ليه؟ انت برضه مصطفى مش باظت، لسه المفاوضات فيها اخذ وعطا، يعني لسه ما بنقولش باظت، ما باظتش، لسه في اخذ. طيب كان المفروض الخطيب هيقعد معاه، الخطيب قعد معاه؟ كابتن الخطيب مش موجود في مصر، ده جاي من فرنسا يوم الجمعه اللي فاتت. في اسكندريه اهو. اسكندريه بيصيف. طب ايه اللي خلانا نستنى لحد دلوقتي ما نتفاوضش مع عماد متعب؟ وعماد متعب قدامنا بقاله سنين ومعروف ان عقده بينتهي. لا، لان عماد كان في فتره، هو كان قاعد مع اخر مره، وكان قاعد مع الكابتن الخطيب وقال له اداله مهله 2 3 اسبوع، وبعد كده جه بقى الظروف ان الكابتن الخطيب كان سافر، ما حصلش ان هم قعدوا مع بعض يعني. طب قول لي عروستي، الخطيب يرجع امتى عشان يقعد مع الخطيب؟ لا ان شاء الله يجي بالسلامه ان شاء الله بكره باذن الله. عماد مسافر الاسبوع الجاي يا محمد باذن الله، قبل ما يسافر. عماد مسافر الاسبوع الجاي ان شاء الله مصطفى، قبل ما يسافر كله تمام. يعني نطمن جمهور النادي الاهلي ان عماد متعب موجود؟ طبعا، وانا بقول عماد هيضحي كتير قوي عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ده انا واثق انه هيعمل. هيضحي كمان 5 6 سنين يعني؟ لا هيضحي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وعشان خاطر النادي الاهلي. وارجو ان النادي الاهلي يقدر عماد متعب زي ما بيقدر اللي جاي من بره. المفروض لو بتقدر اللي بره 10 تقدر ابنك اللي متربي عندك اللي انت مربيه قده مرتين 3. وده اللي تعبني انا شخصيا يعني. دي ما فيهاش شك يا مصطفى، واحنا عندنا الحمد لله لجنه الكوره ناس بتعرف تقيم كويس قوي وبتعرف تقدر كويس قوي، دي ما فيهاش شك. طب خليك معانا يا محمد ونشوف عماد هيرد ازاي. انت في بند في عقدك يا عماد انك ممكن ترجع؟ لا ما فيش. لا برضو انا يا محمد انا مش عايزين نعشم الناس ان عماد متعب راجع. لا خليه بس، عشان خلينا حاج محمد، انا هكلم حضرتك بعد البرنامج هنقعد نتكلم مع بعض. نعم متشكرين يا ابو حميد. انا في العربيه اصلي مش عارف البرنامج بتاعنا، الاستاذ المعاطي خطفني كده. هكلم حضرتك انا بعد البرنامج. ومحمد عبد الوهاب، لو قعدت عماد متعب في النادي الاهلي السنه دي لك عشوه عندي. خلاص ده ماشي مصطفى، ماشي خلاص ماشي اوكي. على الهوا اهو، وهجيب مصطفى شفيق ومحمود شفيق معانا. ماشي حبيبي.